قناتكم قناة خيط بيكلم إبرة. أتمنى أموركم تكون تمام وكويس. العيد الكبير على الأبواب، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. وطبعا العيد يعني لبس جديد، وكلنا كبنات نفتكر إن اللبس ده ما كانش بيحلى غير بشنطة العيد. طب ايه رأيكم نسعد البنانيت السنة دي بهدية سبيشال تفضل ذكرى ما تتنسيش؟ هنعمل للبنانيت شنطة العيد بكل حب وبلمستنا الخاصة وتفاصيلنا اللي مفيش زيها. يلا بينا نبتدي. هنعمل سلسلة بعدد 21+1. أنا هشتغل غرزة حشو عادية. هنبتدي بالخيط الأحمر. غرزة الحشو اختيار مناسب لخيط السلسلة لأنها بتكون ضيقة ومقفولة، وده مش هيخلينا نحتاج نبطن الشنطة. وصلنا للنص الأول من قاعدة الشنطة. دلوقتي هنلف الشغل ونشتغل غرز حشو قصاد كل غرزة عملناها في الجنب الأول علشان نكمل شكل القاعدة البيضاء. وصلنا لأول غرزة في السطر الأول، هنقفل بغرزة منزلقة. السطر التاني هشتغله برضو باللون الأحمر. السطر التالت هغير اللون الأحمر إلى أسود، وهيظهر لكم دلوقتي فوق شورتس ازاي نوصل خيط السلسلة من غير ما يكار. الخيط ده مش مجرد اسم، هو فعلا فتلة منسوجة على هيئة سلاسل صغيرة دقيقة جدا، وده اللي بيديها القوة واللمعة اللي شايفينها. بس في نفس الوقت طبيعة الخيط ده حساسة جدا لو طرفه اتساب من غير تأمين. السطر اللي بعده هشتغله باللون الأحمر.
السطر اللي بعد كده هشتغله باللون الأسود. السطرين اللي بعد كده هشتغلهم باللون الأحمر. من أكتر الألوان اللي بحب الكونتراست بتاعها هي الأسود والأحمر، كونتراست فخم جدا. قولولي في الكومنتس ايه الألوان اللي بتحبوا الكونتراست بتاعها. هكمل السطر اللي بعد كده باللون الأسود. رغم ان الخيط ده ناشف والشغل بيه صعب، لكن النتيجة بجد تستاهل التعب. السطر اللي بعد كده هيكون باللون الأحمر. ونرجع نشتغل سطر بالأسود. كده وصلنا للطول المناسب. هننهي شنطة البنوتة بسطرين باللون الأحمر زي ما بدأناه. خلصنا الشنطة، هنعمل لها دراع صغنن. بعد ما هنعمل غرزة المنزلقة هنجيب طرف الخيط الأسود وندخله في غرزة الارتفاع، ونشد الخيط الأحمر كويس بحيث نقفل على الخيط الأسود. هنضم الخيطين على بعض ونشتغل سلسلة طويلة. وصلنا لطول الدراع المناسب للبنوتة. هنقص الخيطين ونسيب منهم جزء كويس. هنرتفع سلسلة ونطلع بالخيط من الحلقة ونقفلها عليه كويس. هندخل بالإبرة من جوه في السلسلة اللي قصاد الطرف التاني من دراع الشنطة، ونسحب طرف الخيط لجوه. بعدين هندخل بالإبرة تاني ونشد الخيط بالشكل ده. هنقص الخيط ونأمن الطرفين ونلزقهم ببعض، وبعدين هنخيطهم في الشنطة. دلوقتي بقى هنعمل وردة صغننة حلية للشنطة من 3 بتلات. هنعمل دايرة سحرية ونرتفع سلسلتين
بعديهم 2 عمود بلفة، بعديهم هنرتفع سلسلتين ثم منزلقة من جوه الدايرة. بعد كده هنرتفع سلسلتين ونكرر نفس البروسيس، 2 عمود بلفة، ارتفاع سلسلتين ثم منزلقة من جوه الدايرة. بعد ما نخلص الوردة نقص الخيط وننضف الأطراف ونأمنها كويس بالإبرة وخيط القطن واللزق. والوردة هنلزقها على الشنطة باللزق السائل. وده الشكل النهائي لشنطة البنوتة هدية العيد. لو دققتوا في الغرزة هتلاحظوا انها على شكل قلوب صغيرة زي قلوب اللي هيشيلوها بالظبط. بعد ما نخلص شغل ما ننساش نعمل ستريتش لإيدينا زي الشورتس اللي هتظهر لكم فوق دلوقتي. أتمنى للجميع عيد سعيد وأيام كلها خير وبركة وفرح. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وقولولي في الكومنتس هتعملوا شنط البنانيت بألوان ايه. أشوفكم في فيديو جديد. باي.